السلام عليكم حبيبي في الله، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير ويا رب تخشوا الجنة، قولوا امين. طبعا انا حرفيا مش سامع نفسي، فلو انتم سامعيني كان بها. وده كان من اهم الاسباب اللي مخلياني مش عارف اصور لكم اي فيديوهات، ان الشفطات اللهم بارك صوتها عالي جدا، فانا مش عارف هصور ازاي اي فيديوهات من العنبر. انا حرفيا دلوقتي والله بكلمكم انا مش سامع نفسي، فلو انتم سامعيني فبقولوا لي بقى انا كنت بقول ايه. المهم طبعا انا مكسل اصور وانا واقف، وفي نفس الوقت مكسل اروح اجيب الكرسي من هناك، فقعدت على الكرسي الصغير ده وخلاص. زدنا في دقيقنا. وبعدين برضو الدور الاول والثاني دول مش بيطلعوا خالص في الفيديوهات وبيزعلوا. دايما مبين الدور الثالث والرابع ما ينفعش، ما يصحش. فقلت بقى مبين الدور الاول والثاني، وان شاء الله خير باذن الله. اولا كده قولوا ما شاء الله، قولوا اللهم بارك. ادعوا لي بظهر الغيب، اللي بيدعي لحد بظهر الغيب الملائكه بتقول له ولك بالمثل. المهم بريف سريع، احنا النهارده في اليوم الكام؟ احنا النهارده اللهم بارك اللهم بارك، احنا بدايه الاسبوع الخامس، اليوم النهارده التاسع والعشرين. الاخبار طبعا مش محتاج اقول، الميه 24 ساعه في ال 24 ساعه اكس فاكتور. العلف عادي، مش على نظام وجبات قوي، يعني بنتظرهم يخلصوا العلف على طول وبحط غيره على طول، مش بنتظر. ايه يا حبيبي انت اهو مصور؟ معلش لازم نكش فيهم كده، اعملوا على علف. المهم مش بنتظر قوي يجوعوا، ولكن بنتظر العلافات تخلص يعني. ايه تاني ممكن نقوله؟ طب الوضع، الحاله الصحيه اللي عندنا الحمد لله 90% زي الفل، الحمد لله اللهم بارك اللهم بارك، 90% زي الفل. 10% بقى للاسف عندنا ايكولاي شديده جدا جدا جدا، تجبنات ظاهره معاك على الكبد. اول لما تشرح الفرخه، كنت لسه مشرح من 3 ايام بالظبط. ليه؟ للاسف الكتكوت نفسه جاي فيه ايكولاي، وفي نفس الوقت انا كتمت عليهم شويه في يومين كده، كنت مشغول فيهم، فكنت بطلع مش كتير في اليوم، فللاسف كتمت عليهم شويه، لان للاسف ما فيش حد معايا. ودي حاجه مزعجه بصراحه، لان انا اتفه الاسباب لازم اكون متواجد في العنبر عشانها. لو كان حد معايا كان دي حاجه كويسه. طبعا زوجتي بتساعدني في بعض الاوقات في حط العلف تحديدا، ولكن برضو ساعات بيكون انت محتاج حد مكانك وانت في مشوار، حد يكون فاهم العنبر برضو، مع احترامي الشديد. ايا كان برضو مهما كان حد موجود غيرك برضو مش هيكون فاهم قوي في عنبرك زي ما انت فاهم. ده انا اصلا موجود حد، تخيل بقى هو مفيش حد. فللاسف الموضوع متعب جدا، الموضوع مرهق جدا فعلا. تربيه 200 و300 كتكوت غير تربيه 1000 و2000 و1000 ونص و3 وهكذا. الموضوع بجد شاق جدا جدا جدا، ويعلم ربنا والله الذي لا اله غيره، انا يمكن في اليوم بنام ساعتين 3 متفرقين، يعني ساعه الصبح ساعه الظهر ساعه العصر. فاللي هو انا حاسس ان انا خلاص ما قادرش اكمل الدوره دي، كملوها انتوا. المهم يعني، فربنا بيسرها على خير. طبعا الايكولاي عامله نافق، الايكولاي عامله نافق يومي للاسف. يمكن في اليوم من 2 ل 3 في الألف، يعني 2 أو 3 كل يوم. اللي زعلك بقى ان انت عمر كبير، فانت ما عندكش اصلا اوزان صغيره، او ما عندكش اصلا حاجه صغيره، حاجه سارده، فكل اللي بيموت يزعلك للاسف. كل اللي بيموت حرفيا اوزان كبيره، فللاسف. بس هنقول قدر الله ما شاء فعل. والاهم دلوقتي ان احنا ننقذ باقي القطيع بعد فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي احنا حاليا شغالين عليه. انا بقالي يومين او 3 ايام نازل بمضاد حيوي تنفسي. للاسف انا كنت يعني متمسك ان انا ما انزلش، ولكن ده كان للاسف خطأ، لم يكن صوابا، لان زي ما قلنا الكتكوت اللي جاي موبوء مايكوبلازما خصوصا مع ايكولاي، ده هيطلع عينك طول الدوره. وقد كان يعني والله يعني هو وفى وكفى في التعب والقرف يعني. فللاسف انا اتاخرت شويه في جرعه المضاد التنفسي رقم 2، فللاسف الايكولاي اشتدت شويه، بدا يحصل نافق. النافق الكلي دلوقتي اجمالا يعني 4.5%. يا رب ما نعديش 5%، لان خلاص احنا في عمر انت خلاص لازم ايه تبدا بقى ايه تفوق الفرخ، وتبدا تشتغل بقى ميه بيضاء اكتر او اكس فاكتور يعني اكتر، علشان فتره سحب المضاد. وده اللي مش مدينا حريه اكتر في العلاجات يعني. المهم فالحمد لله ماشيين في الميه بترايكوزين. الترايكوزين ده اللي هو التلمي مع الليفو، وبلس الابرافالوسين اللي هو الابراميسين
مع التلفا. الاثنين دول فتره سحبهم تقريبا من 5-7 ايام، اخر جرعه تقريبا بكره اخر جرعه، وهننتظر من 5-7 ايام ونبيع ان شاء الله باذن الله. لو انت بتشتغل في السقوه المقابله الهيربي والاميروكس بلس ففتره السحب بتقل. طبعا انظمه رويال او ادويه رويال كلها ماشيه بمنظومه واحده، فكلها بتساعد بعض. فلو انت ماشي في السقوه المقابله للمضاد الحيوي التنفسي اللي هو الترايكوزين والابرافالوسين تحديدا، ماشي في السقوه المقابله ميوركس بلس وهيربي، فتره السحب بتقل، فتره السحب بتقل. ودي يعني جمال ادويه رويال، وان كانت كلها غاليه قوي، بس طبعا التنفس تحديدا انا بجيبه من عندهم بصراحه. الابرافالوسين والترايكوزين حاجات محترمه جدا جدا جدا، ودي اجمل حاجه حرفيا رويال بتعملها. تخيل التلميكوزين اللي فتره سحبه 12 يوم او اكتر، تيجي شركه زي شركه رويال بالعلم طبعا والتركيبه الكيميائيه تخلي لك فتره سحبه من 5-7 ايام. التلميكوزين فتره سحبه بقت من 5-7 ايام، طبعا مضاف اليه الليفوفلوكساسين، وده منتج اسمه ترايكوزين على بعضه كده بتاع شركه رويال. المهم يا رب يكون سامعني، والله انا لحد الان مش عارف صوتي اصلا طالع كل ده ولا انا بكلم نفسي يعني. هنكتشف بقى مع بعض ان شاء الله بعد ما الفيديو يخلص ونخلص تصوير. بس فانا زي ما قلت كده ماشي بالنظام ده، ترايكوزين مع ابرافالوسين 8 ساعات، وباقي اليوم اكس فاكتور جرعه 2 سم. الحمد لله 90% مقاطيع، الحمد لله الحمد لله مقبول زي الفل الحمد لله. ربنا رب يا رب يا رب يا رب يبارك فيه يعني. و10% بقى للاسف الحاله مش افضل حاجه، ودول اللي بيحصل منهم النافق. طبعا 10% كتير، 10% احنا بنتكلم في 100 فرخ، ف100 فرخ كتير، ولكن خلاص بقى احنا عشان ننقذ ال90 لازم نضحي بقى بال100. زي ما قلت احنا هنضحي ازاي؟ هنضحي عن طريق ان احنا مش عارفين برضو نعالج كويس قوي، مش عارف اعالج 5 ايام براحتي. انا اخر خلاص هنزل سقوتين، ممكن ماكسيمم 3 سقوات، لان انا خلاص عايز الحق ال5 ايام بتوع السحب او ال7 ايام عشان ابيع. فانا حتى ما فيش بامكاني انزل، ما فيش مثلا بامكاني احقن. الحقن الطرفين في العمر ده خطر ورخم ومتعب ومجهد. فلو كنا في عمر اصغر شويه كان الموضوع بقى اسهل بكتير، حقن طرفين او اكتر كمان، او احقن طرفين وامشي في الميه 5 ايام، كنا قدرنا شويه لحد ما نقضي على الايكولاي بعد فضل من ربنا. ولكن دلوقتي احنا برضو بنحاول نسند الفرخ معانا، وان شاء الله خير باذن الله. ويا رب يا رب يا رب ربنا يبارك لنا في ال90%، والبورصه ترفع شويه وتعوضنا النافق اللي حصل ده. والحمد لله ستيل نافق طبيعي، ولكن برضو الواحد بيزعل على النافق في العمر الكبير. للاسف الفرخه بتكون خلاص صرفت تدفئه، تهويه، اضاءه، علاجات، علف، كل حاجه في الدنيا، فالفرخ يبقى ميت لك وانت حرفيا 29 يوم الفرخ خلاص دخل على 2 كيلو، فالنافق بيزعل شويه يعني. تقريبا ده كده بريف سريع عن دورتنا ماشيه لحد ازاي لحد دلوقتي. طبعا بكره حر جدا يوم السبت، فاتمنى يا رب يا رب يعني ايه تعدي على خير. بكره توصل حاجه و40 تقريبا او 40، فربنا بيسترها يا رب. عايز بس اقول كام تعليق صغير كده قبل ما نقفل. رقم 1 يا جدعان، مفيش كتكوت سليم في مصر. اغلى كتكوت في الدنيا بتاع اغلى شركه في الدنيا مش سليم. لو خدته عملت له تحاليل هتلاقي فيه نسبه ايكولاي، نسبه اسبراجيلس، سالمونيلا، مايكوبلازما، ادينو، تشيكن انيميا، كل ده ممكن تلاقيه في الكتكوت. مهما انضف شركه هتلاقي فيها نسبه ايكولاي صغيره، نسبه سالمونيلا صغيره، يعني هتلاقي فيها نسبه حاجه من الحاجات دي، ولكن ايه بشكل صغير اللي هو مضاد حيوي في الميه او حقنه تنظف الكتكوت. لكن مفيش كتكوت نظيف في مصر. فده يحتم عليا اقول حاجتين. اول حاجه، لو انت عدد كبير يستاهل يحقن لازم تحقن، لازم تحقن. وهذا ما وصانا به الباشمهندس عاطف عبد الدايم. دايما حرفيا بيقول لك لو تعرف تحقن في البرنيكه احقن، والكتكوت في البرنيكه كده احقن، لان مفيش كتكوت نظيف في مصر، فلازم تحقن. طبعا عدد صغير او مش عارف احقن او مش عارف اجيب المكونات الخاصه بالحقنه او الى اخره، خلاص امشي مضاد حيوي في الميه، وامشي اشهر حاجه في التحضير التيلوزين والنوميسين او التيلوزين والكوليستين. بس خلاص الكوليستين بدا يتمنع خلاص في السوق، فتيلوزين ونوميسين ممتاز جدا. عندك برضو الانرو ممتاز جدا، كل دي حاجات كويسه جدا. والاعداد بقى الصغيره خالص 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 ممكن تشتغل بالبانفلور، هيجيب معاك برضو النيجاتيف والبوزيتيف بكتيريا، يعني البكتيريا الموجبه والسالبه، فهيجيب معاك معوي وتنفسي، ولكن طبعا هو بيشتغل على المعوي بشكل اكتر، على السالمونيلا والايكولاي. فده الاعداد الصغيره تشتغل بانفلور. اما العدد بقى الكبير وكده لا، يشتغل تيلوزين ونوميسين، انرو، تيلوزين،
اي حاجه. في برضه ناس بتحضن على تلمي وليفو، ناس بتحضن على فوسفو تيروزين، كل ده متاح. وبرضه نصيحه بقى مني، هو وان كان بعض اساتذتنا بيقولوا تحقن اول يوم على طول، ولكن برضه انا بقول لك ممكن تسيب الكتكوت يوم واحد بس كده، او حتى يومين، تدي لنفسك فرصه تعرف الكتكوت عنده ايه، وتبدا بقى تكون حقنتك او تشوف هتمشي ازاي مع الكتكوت. فده بالنسبه للكتكوت. مفيش كتكوت سليم في مصر، وفي بعض الكتاكيت بيبدا يظهر الحاله السيئه اللي عليها من تاني وتالت ورابع وخامس يوم. فبرضه ما تظنش انك انت الفهلوي اللي هتعرف الكتكوت النظيف من اللي مش نظيف في البرنيكه. لا، بعض الامراض هتظهر معاك يمكن بعد اسبوع وخمس ايام ويومين وثلاثه، فانت خلاص استلمت الدفعه، فلا بد من التعامل معاها. الحاجه الثانيه برضه الحساس، من ضمن المشاكل الكارثيه اللي بتجي لها الخاص. الناس مش عارفه تحط الحساس فين، وعلى اساسه بيقرا غلط، وعلى اساسه بيمشوا الدوره كلها غلط، المنظومه الرعايه كلها غلط، التهويه كل حاجه غلط في غلط. كفايه ريش. المهم، فالحساس حذاري 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 تحطه في الطرقه. الحساس ما بيتحطش في الطرقه، الحساس بيتحط بين الادوار. لو انت تعرف تحطه، لو انت مثلا شغال ادراج حطه بين الادوار. والله انا عندي 4 ادوار، فانا احطه بين مثلا الدور الثالث والرابع. عندي 3 ادوار بين الثاني والثالث، وهكذا. طب انا عندي سير زي ده سير مش هينفع احط الحساس بينه، خلاص بحطه في قلب العين من جوه. انا عندي اكتر من حساس، فانا حاطط حساس في قلب العين من جوه، في الدور الثاني والاول والثالث والرابع. فضل من ربنا عندي اكتر من حساس، اللهم بارك يعني. فكل حساس حاطه في دور في نص العين من جوه، في الفاصل بين العش والعش. فدي افضل قراءه للحساس. لكن هتحطه في الطرقه، طب ازاي؟ طب دلوقتي انا في عمر 29 يوم عامل سرعه هواء تقريبا 1.5 او 2 تقريبا. سرعه الهواء دي هتخليك تقرا على اللوحه اقل من درجه الحراره الفعليه جوه في العش ب3 درجات و4 درجات. متخيل؟ يعني يبقى هنا مثلا 24 و25، جوه هتلاقي 29 و30. ليه؟ ما انت عامل سرعه هواء في الطرقات عاليه جدا. سرعه هواء 2 دي يعني هواء جاي في وشك شديد. فتخيل هواء شديد على الحساس. فالحساس بيتحط بين الادوار او جوه العين نفسها، جوه العش نفسه. الحاجه برضو الاخيره، وده سؤال جالي على اكس كتير جدا، هل يا باشمهندس، يا ساتر يا رب، ايه يا جدعان، يا فراخ، بنتكلم عن الناس. مهم اوفر بجد، ريش اوفر. المهم سؤال جالي على الاكس، هل الاكس بيتحط 24 ساعه في 24 ساعه طول الدوره حتى مع الاستقبال ما نزلش محلول جفاف؟ ايوه، ما تنزلش محلول معالج جفاف. الاكس من اول دقيقه 24 ساعه في ال 24 ساعه، ايا كان هتمشي انت بنظام ايه، بنظام ال1 سم، ال2 سم، ال1.5 سم، ايا كان بانهي نظام، مش محتاج محلول معاه في الاستقبال. حط على طول من اول يوم لاخر يوم. وملحوظه مهمه جدا 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 جدا، اهم معلومه عن الاكس، لازم الاكس يترج كويس جدا قبل ما تضيفه على الميه بتاعتك او في الخزان بتاعك، لانه مكون من زيوت واعشاب وحاجات كيميائيه، فلازم يتخلط كل ده كويس جدا 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 مع بعض. لكن انت لو ما خلطتوش وخدت من على الوش على طول، الزيوت هتلاقيها مترسبه فوق، الزيوت هتلاقيها طالعه لفوق، فانت حرفيا لما تيجي تسحب بالسرنجه فانت كده سحبت الزيوت. فاحنا عايزين ناخد الفائده الكامله، فالاكس يترج كويس جدا 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 قبل الاستخدام. واخر شيء برضو جالي على حوار الرطوبه، ازاي اظبط الرطوبه؟ بص، الرطوبه بتتظبط المفروض عن طريق جهاز، ولكن الجهاز اللي عندنا في مصر للاسف ما بيطلعش ضباب، بيطلع ميه، فهو جهاز الى حد ما الفكره بتاعته غير مجديه وفاشله يعني. طيب انت ازاي تزود الرطوبه؟ عن طريق الميه. انت مثلا عنبر بطاريات ومبلط، حط ميه في الارض كتير، حط اواني ميه في الاركان، قدام الهيتر بشويه، قدام الدفايه بشويه. حاول يعني، ايه هي الرطوبه؟ هي نسبه بخار الماء في الجو، فانت محتاج بخار ميه في الجو. بخار الميه مصدره ايه؟ مصدره ميه، فانت زود ميه في المكان مع الحراره الخاصه بالتحضير، هتلاقي الرطوبه قلت لوحدها. طيب يا شربيني، انا عملت كل حاجه في الدنيا والرطوبه مش عاوزه تعلى. طبعا بعتذر لو صوتي عالي تقريبا، انا برضو عندي المايك جايب لي ان هو الصوت عالي يعني، او الموجات الصوتيه عليت يعني على الطبيعي، بس انا والله ما سامع نفسي، فمعلش يعني ده رد فعل طبيعي من انسان مش سامع صوته، لازم يعلي صوته يعني. المهم انا يا شربيني عملت كل حاجه ومش عارف اعليها، اعمل ايه؟ ولا تعمل اي حاجه. كل اللي هتعمله انك هتعلي الحراره درجتين 3 عن الطبيعي لحد ما تلاقي الكتكوت منتشر، وهتقول الحمد لله وربنا معاك بقى يا رب. ليه؟ ما خلاص مش عارفين نعليها، هنعمل ايه؟ مش هنموت نفسنا يعني. طيب اعليها لحد ايه يا شربيني؟ لحد ما الكتكوت ينتشر. يعني يا شربيني 35 ينفع؟ نعم. 36؟ نعم.
37 نعم، لحد ما ينتشر. انا اذكر في الدوره دي اول 48 ساعه او اول 24 ساعه تحديدا كي اكون منصف، كانت الحراره 37 وقعدت 3 ايام 36، والاسبوع الاول انتهى وهي تقريبا 31 تقريبا يعني. فعادي جدا على بالحراره لحد ما كتكوتك ينتشر. طيب على العكس بقى في نهايه العمر ازاي اقلل الرطوبه؟ باختصار شديد هو الاجابه حاجه واحده بس، عن طريق الشفاطات. تقريبا ما فيش عنبر في مصر او عنبر انا شفته في حياتي ولا حتى عنبري ده جايب شفاطات على حساب سرعه الهواء. ما سرعه الهواء دي هي اكتر حاجه في مجال الدواجن اللي هتسحب لك الرطوبه، انك تعمل سرعه هواء. سرعه الهواء دي كفيله تخلي لك الرطوبه بره مثلا 70، عندك جوه 60 و55، عن طريق ايه؟ سرعه الهواء. سرعه الهواء جميع عنابر مصر بما فيهم انا مش مجهزين عنبرهم او الشفاطات على حسابات سرعه الهواء. ليه؟ نظرا لان انت لو حسبتها على سرعه الهواء فانت محتاج تجيب تقريبا دبل او تريبل عدد الشفاطات اللي عندك. يعني باختصار شديد عنبر زي عنبر ده مثال صغير خالص، في نهايه العمر الطير بيحتاج من 2 ل 2.5 ل 3 سرعه هواء. لو انا عايز اعمل سرعه هواء 2 او 2.5 في العنبر ده انا محتاج 9 شفاطات 80. 9 شفاطات 80 اجيبهم منين واركبهم ازاي؟ والجيران والحيطه هتشيلهم اصلا؟ مستحيل، غير عقلاني يعني. لكن ده العلم بيقول كده، العلم بيقول كده، واللي فعلا عامل الصح او قريب من الصح ما بيعنيش اطلاقا من موضوع الرطوبه العاليه ده، حتى وهو مشغل الخلايا، حتى وهو مشغل الخلايا. فضل من ربنا، فضل من ربنا، عشان احنا بس حاولنا نقرب من الصح. طبعا ما قدرناش نجيب 89، ده جنون يعني. حاولنا بس نقرب من الصح، فضل من ربنا، والخلايا شغاله على ابوها حرفيا، شغاله يعني دقيقه كل 3 دقائق، يعني شغاله بكل طاقتها عشان خاطر مثلا الجو بره حر جدا. فضل من ربنا بتلاقي جو الرطوبه 40 و50، بفضل من الله سبحانه وتعالى، وده بفضل سرعه الهواء. بفضل سرعه الهواء كلنا بنحسب الشفاطات على حسب اللحم اللي عندنا، وكله بيغفل عن سرعه الهواء. يا ابني ما انت حسبت مثلا انت بتربي 1000، انت عايز كده شفاطين 80 وواحد 70، يعني ده بس كفيل يغير لك جو من العنبر، يعمل لك تهويه الى حد ما دنيا في نهايه الاسبوع الخامس او الرابع بالنسبه للطير ده. وده اللي بيفسر ليه الحراره مظبوطه ولكن الطير ده بينهج. انت مش عامل له سرعه هواء، الهواء راكد عنده او سرعته غير مناسبه لعمره. فانت لو حسبت الشفاطات على سرعات الهواء المناسبه لكل عمر هتلاقي نفسك محتاج حرفيا ضعف او 3 اضعاف الشفاطات اللي عندك دي. واي حد بيجهز عنبره يحاول يقرب من الصح. مش بنقول دايما الصح صعب شويه او العلم صعب شويه، حاول قرب من الصح. والله انت مثلا محتاج مثلا 5 شفاطات 60، يا عم هات لك مثلا ايه 61 او 62 و71. حاول تقرب من الصح الى حد ما. ليه؟ لان في الصيف في نهايه العمر هتحتاج سرعات هواء عاليه جدا 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 عشان تقلل حوار الرطوبه اللي انت ايه عاليه عندك دي. طبعا الاسئله كتير جدا جدا جدا، وحرفيا محتاجين نيجي ساعه نجاوب على الاسئله كلها اللي بيجي لها الخاص. حتى انا فكرت اطلع لايف على اليوتيوب، وان شاء الله نطلع لايف على اليوتيوب قريب جدا، بس ايه نبيع الدور دي على خير ودعواتكم البورصه تطلع وبس كده. ده كل اللي عندي دلوقتي. ادعوا لي برضو عشان انهي الفيديو بحاجه كويسه انتوا بتحبوها. ممكن نوريكم فرخه من فرخات الاكس فاكتور لحد ما بنعمل فيديو مفصل لنهايه الدوره. والله من جنبي انا مش هقوم، والله مكسل اقوم. ورا يالا انت ولا وش يا ساتر يا رب. بسم الله، اللهم بارك اللهم بارك. خد يالا خد يالا. ده عمر بسم الله ما شاء الله. اوعى الجناح اوعى الجناح. ده عمر فضل من ربنا، اللهم بارك اللهم بارك. دي فراخ الاكس، فراخ الاكس دي كده فراخ الاكس فاكتور. ده فضل من ربنا عمر 29 يوم. خش جوه خش جوه. والله اللهم بارك اللهم بارك. يعني الديوك زي البرابر بغض النظر عن 10% اللي هم ايه مصابين شويه. وادعوا لنا بس يعني ايه النفي يقف. خش جوه يا مش هنقعد بقى طول الفيديو نقفل الباب. خش جوه. دي بقى من عيوب الباب الزفت القلاب ده. بس كده. المهم بس كده. انا والله العظيم ما وزنتش، المفروض كنت اوزن النهارده نهايه اليوم نهايه الاسبوع الرابع، بس لم اوزن. فان شاء الله نوزن واحنا بنبيع بقى ان شاء الله باذن الله اول ما نبيع. بس الحمد لله الاوزان اللي هم 90% اللي هم كويسين الحمد لله بالنسبه لي. اللهم بارك. اوزان
سوبر الحمد لله. الاكس فاكتور بيخليك تعدي جدولك بيوم واتنين، بيخلي معامل تحويلك حتى وانت عندك في اصابات او اي حاجه في الدوره، بيخلي برضو معامل تحويلك ممتاز، لان المعوي بتاعك تحت اي ظروف مش هيتلخبط او مش هيحصل فيه اي مشكله، فبالتالي كل ذره علف وحبات علف بتاكلها الفرخه بتحولها. وبس كده. انا اسف جدا طولت عليكم، بس اعمل ايه ده المجال بتاعنا وده الكلام بتاعنا، وده يعني جزء بسيط جدا من اللي عندي والله. وان شاء الله قريب هنطلع لايف على اليوتيوب، عشان عايزين براحتنا بقى نتكلم براحتنا بقى ساعه ساعتين براحتنا خالص كده، وان شاء الله خير باذن الله. وانتظروا بقى ان شاء الله باذن الله. بس والله محتاج بس افوق من الدوره دي، انا والله العظيم ما بنامش وحرفيا كل حاجه لوحدي يعني. فانتظروا باذن الله نكمل بقى سلسله الجوائز بتاعتنا، لان برضه في شويه جوائز حلوه قوي قوي قوي، والله ما اردت بها الا وجه الله وادخال سرور على قلوب المسلمين اللي هم متابعيني وحبايب قلبي. بس كده، شكرا جدا ليكم، ويا رب يفرحكم جميعا وتخشوا الجنه. قولوا امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.